سلام، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحه جيده. فيديو جديد ووصفه جديده. كما راكم تشوفوا رايحين نديروا كيك. بصح هذا الكيك شوفوا عنده واحد الذوق بزاف سبيسيال. تبعوا تشوفوا المكونات وطريقه التحضير وتعرفوا علاش سبيسيال. شوفوا ننصحكم تجربوه على ضمانتي، راكو رايحين تتفاجئوا بالذوق البنين تاع هذا الكيك. وكما العاده ديروا لي جيم في الفيديو اللي عجبتكم، خليوا لي رايكم في التعليقات وبارطاجيوها لو ماكسيموم اللي تعم الفائده، واللي يشوف لاشين تاعي بور لا بروميير فوا يدير لي ابونيو. نبداو دوكا نعطيكم مقادير وطريقه التحضير تاع هذا الكيك البنين. عندي 4 حبات بيض بحراره الغرفه، يكونوا كبار، وإلا كانوا صغار كيما تاوعي درت 5 باسكو صغار. عندي 160 غرام ياغورت ذوق الفاني دو بريفيرونس، راني ناكد لكم لازم يكون ذوق فاني. عندي تاني هنايا السكر 120 غرام تاع السكر. عندي 50 غرام كاوكاو محمص ومرحي هكذا رقيق كما راكم تشوفوا فيه. 80 غرام تاع الزيت. وهنا عندي 200 غرام فرينه مع ملعقه هنايا ملعقه لافاني وساشي ونص تاع لا لوفور شيميك. هادو هما المكونات اللي نسحقهم. الحاجه الاولى ندير رشه ملح على البيض. قلت لكم الا كان البيض تاعكم كبير ديروا 4 حبات، والا كانوا صغار ديروا 5. انا البيض اللي خدمت به صغير الوغ درت 5 حبات بيض. بيان سور نديروا عليه رشه تاع الملح ونزيدوا له السكر ونخلطوه مليح مليح حتى السكر هذاك يذوب. الخليط تاعي يبيض ويدوب لي الفوليوم تاعو كيما راكم تشوفوا. باش من بعد نجي ليطاب الاخرى اللي هي الزيت. هنايا الزيت زيدوه هكذا خيط، يعني ما ترميوهش على تربه، ديروه بشويه دو بريفيرونس هكا كيما درت انا. زيت خيط خلطوه مليح، زيدوا له من بعد الياغورت. هنا شوفوا تحبوا ديروا ياغورت ناتور كيما تحبوا، مي هذا ياغورت بذوق الفاني راح يدير لكم لا ديفيرونس في الكيك تاعكم. مع هذاك الكاوكاو لازم يكون محمص بيان. شوفوا هاد لو ميلونج، هاي اللي كان زدت الياغورت هذاك خلطوه ودوك هنايا زدت الكاوكاو. شوفوا واحد لو ميلونج بزاف بنين. شوفوا ننصحكم فريمون ديروا هاد الكيك وردوا لي الخبر، رجعوا لي رايكم في التعليقات. من بعد نزيد هذيك الفرينه لافاني ولا لوفور شيميك نغربلهم ونضيفهم لهذا الخليط. هنايا دوكا خلطوا بالباتور. هنا ماشي كيما لاجينواز تخافوه ما يطلعش، ولا هنا عادي كملوا خلطوه بالباتور، يعني شويه برك اسم هذيك الفرينه تندمج مع الخليط هذا. ما كيتما ما راكوش راح تخلطوه بزاف. هنا دوكا راني كملت يعني كملت التحضير. فوالا نجيب دوكا المول اللي نطيب فيه الكيك. ها ولا كيما راكم تشوفوا المول تاعي راني وجدته دهنته بالزبده ورشيت عليه الفرينه. من بعد مور ما تمشوا هذيك الفرينه بيان سور تنحيو الزائد هذاك وتحطوا الخليط كامل في المول تاعكم بهذه الطريقه. دو بريفيرونس تدهنوه بالزبده ماشي بالزيت، يعني تعطيكم نتيجه خير وخير. من بعد هنا عندي خليط تاع الجوز، يعني كسرته هكا شويه برك ما خليتهمش هكاك حبيبات، مع كاوكاو ايفيلي. حطيتهم هكذا من الفوق بهذه الطريقه ونحطو يطيب من بعد على 160 درجه. خليوه يطيب بعقله في فرن تكونوا سخنتوه من قبل. من بعد مور ما يطيب شوفوا هذه هي النتيجه اللي نتحصل عليها. هنايا راني ديموليتو بعد ما خليته ريح يعني برد 5 دقائق، نحيته من المول حطيته هنا في البلاطو. بعد شوفوا هنايا للتزيين راني درت طوفيا كراميل. شوفوا هنا سمحوا لي مي شوفوا خلاصوا لي بوش، دونك خدمت بهذه الطريقه من البواطه ديريكت فوق الكيك. شوفوا هاد الاضافه بزاف بزاف راح تعطيكم ذوق هايل في الكيك تاعكم. انا قلت لكم على ضمانتي ديروه وعينيكم مغمضين. هذه هي النتيجه اللي نحصل عليها. دوك نقسمه لكم باش تشوفوا. انا قسمته لكم هكذاك وهو سخون، يعني ما خليتوش مي با يبرد بعقله. سينو جيسبر تعجبكم هاد الوصفه وانتم تاني تفرحوني بالجام وكيما راني نفرحكم بلي غوسات. وجميع واحد ديجا يدعمني يعطيه الصحه وين ما كنتو، يعني لي زابوني تاوعي وين ما كنتو يعطيكم الصحه على الدعم تاعكم. اي فوالا ما تنساوش جدد ديروا لي ابوني واعطيوا لي رايكم في هذا الكيك، يعني جيسبر جربوه وتخليوا لي رايكم في التعليقات. بارطاجيوها الماكسيموم. دوكا لحقنا لنهايه الوصفه، ما بقى لي غير نبقيكم على خير ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.